من الحاجات اللي مش لطيفة خالص اللي عملتها فينا كل مواقع التواصل الاجتماعي إن هي خلتنا عندنا مشكلة في السنس، الإحساس كده بالتفاصيل الضيقة. إن أنت من كتر ما بتسمع طول الوقت أخبار حلوة وأخبار وحشة، خبر وفاة وخبر فرح، حد خطب وحد فقد حد عزيز عليه، فبيجيلك في دماغك بسطرة كده، ما بتبقاش عندك إحساس هو أنا المفروض أفضل في أنهي مود لأي مدة زمنية من كتر اللخبطة اللي حاصلة حواليك. بالتالي بقى ده بينعكس كتير على اختياراتنا للتوقيتات. هتلاقوا ناس كتيرة جدا ممكن تبقى معايا في المثال الجاي ده. ساعات بتحس انك وانت بتبعت لحد على واتساب ان انت اصلا ما سبقتش وسالت او استاذنت هل الوقت مناسب ولا لا، فتلاقي نفسك باعت حاجه فيها منتهى الهزار او باعت حاجه فيها منتهى الفرحه والسعاده، والحد ده يبقى عنده موقف او حاجه انت ما تعرفهاش. مهما كانت درجه علاقتنا بالاشخاص وقربنا منهم، بس مواقع التواصل الاجتماعي خلتنا غصب عننا نحس كده ان طول الوقت في مساحه من الاتاحه، ان كل الناس متاحه طول الوقت، وخصوصا الواتساب، انك طول الوقت حاسس ان انت اونلاين ما بتردش ليه يعني، او ان انت لسه من شويه كنت بتهزر ليه دلوقتي ما بتردش بقالك نص ساعه على المسج. لان في النص ساعه دي احنا مش عارفين حصل ايه. يجوز بس الحياه المعلنه على مواقع التواصل الاجتماعي اللي خلتنا كلنا فاكرين اننا عارفين كل حاجه عن بعض، خلتنا نفقد كده شويه من السنس، من الاحساس ان ممكن يكون الحد ده مهما ظهر منه من تصرفات، بس هو فعليا في اللحظه دي مش متاح انه يرد بالطريقه اللي انت متعود عليها، او مش متاح ان هو يتكلم بمنتهى الاريحيه اللي انت واخد عليها. عشان كده يعني بصراحه انا بدعو لحاجه، والرأي أكيد لحضراتكم، إن إحنا قبل ما نبتدي نبعت لحد خبر فيه منتهى الفرحة أو حاجة فيها شيء عايزينه يتجاوب معانا فيها بشكل سريع، إن إحنا نسأل عن الظروف، نسأل عن الأجواء. هل الوقت مناسب؟ هل أنت فاضي دلوقتي؟ هل الدنيا بالنسبة لك تمام إن أسمعك حاجة؟ هل ينفع أبعت لك حاجة تتفرج عليها؟ عشان نحاول تاني كده إن إحنا نفعل السنس جوانا، خلينا على قد ما نقدر قادرين نراعي التوقيت وظروف الناس اللي قدامنا. وأحب جدا أعرف رأيكم في الكومنتات، هل دي حاجة كده لمسينها في نفسنا وممكن فعلا نحاول نغيرها أو نحاول نتعامل فيها بشكل مختلف، ولا لأ في مساحات علاقات وصداقات تخلينا نبعت في أي وقت أي حاجة من غير ما نقول قبلها هل الوقت مناسب أو لأ؟